قبل ما نتكلم عن الدستور ومواد الدستور، اعتقد انه في حاجه مهمه قوي لازم نتكلم عليها، وهو السياق العام اللي تم فيه اصدار هذا الدستور. يعني بفرض انه دائما المقدمات بتؤدي الى النتائج. المقدمات اللي عندنا بتقول انه تم تشكيل الجمعيه التاسيسيه ده على اساس استقطابي وعلى اساس التقسيم ما بين ما هو مدني وما هو اسلامي، وده حصل نوع من الشرخ في بداية تكوين الجمعية، واللي أدى لعدم ثقة كل طرف في الطرف الآخر، وأدى إلى مشاكل في عوار التشكيل. تم بعد كده إعطاء فرص كتيرة جدا لمحاولة تصليح هذا العوار، وكان في وعد من رئيس الجمهورية أول ما تولى إنه سيسعى لإصلاح الخلل اللي موجود في تشكيل الجمعية التأسيسية، وهيسعى لحدوث توافق داخل الجمعية التأسيسية. على ضوء ده ابتدت تتحرك بعض القوى في انها تحاول بقدر الامكان انها تساعد هذه الجمعيه في اداء عملها. رئيس الجمهوريه عمل مجموعه من اللقاءات مع القوى الوطنيه، وكل القوى الوطنيه راحت بدون استثناء عشان تقعد مع الرئيس عشان تشوف مخرج لهذا الموضوع. وكان الرئيس بيقول في حواراته مع كل اللي راحوا له ان هو مش بديل عن الجمعيه، وان ده مش حوار موازي، وقال انه بيتعهد انه عمره ما هيطلع دستور يتم الاستفتاء عليه في ضوء عدم توافق، وانه سيسعى لاحداث حاله التوافق قبل عرض هذا الدستور. في ظل كل ده وفي ظل الضغط على الجمعية التأسيسية انها تقبل بمجموعة من المستشارين، وانها تحاول بقدر الامكان تتوافق مع مجموعة من المنسحبين وتعيدهم للجمعية، وفي ظل ان الرئيس الجمهورية اللقاءات اللي عملها واللي وعد فيها بحل المشكلة، فوجئنا ان رئيس الجمهورية بينقل المشكلة لمربع تاني خالص، وانه بيصدر اعلان دستوري بيقول فيه انه حصن نفسه ما قبل وما بعد هذا التاريخ، وبيقول فيه انه بيحصن الجمعيه التاسيسيه اللي وعد انه ما يتدخلش في عملها قبل كده، حصنها ومد عملها شهرين، وكمان حصن مجلس الشورى وعدم حله من قبل المحكمه. وبالتالي بقينا في ازمه اخرى، انه هذه الجمعيه التاسيسيه وبدل ما كنا منشغلين باحداث التوافق عليها، اصبحت هذه الجمعيه محصنه، واصبح رئيس الجمهوريه بيمد عملها شهرين دون اتخاذ اي اليات عمل توافق وطني او معالجه العوار اللي في الجمعيه. ما اكتفاش الرئيس الجمهوريه بده، فوجئنا فيه بعد يومين الجمعيه التاسيسيه بتخلص عملها وبتصدر مسوده الدستور ضاربه عرض الحائط بكل محاولات التوافق. لا حصل توافق، ولا حصل رجوع للمنسحبين، ولا حصل نوع من تمديد العمل لبحث المواد بشكل اكبر، او احداثها او مناقشتها وتفسيرها بشكل اكبر، او الوصول لمحاوله من الرضا المجتمعي عن هذا الدستور. واصبح من يتحكم ومن انهى اعمال الدستور والتصوت على المواد هي الاحزاب الاسلاميه فقط، مما رسخ حاله الاستقطاب اكتر واحدث حاله من الانشقاق داخل المجتمع بشكل اكبر. كنا نتمنى كمان ان الرئيس يتمهل شويه. طب انت مديت عمل الجمعيه التاسيسيه لمده شهرين، ايه اللي خلى الجمعيه تخلص عملها في 48 ساعه؟ فوجئنا بالرئيس الجمهوريه امبارح بيدعو الناخبين للاستفتاء على هذا الدستور. هذا السياق في فكره ان انا يا اقبل الدستور بهذا العوار وعدم حدوث توافق مجتمع عليه، يا اما يفضل الرئيس بصلاحات ديكتاتوريه، اعتقد ان هو سياق مهين للشعب وسياق غير مقبول. وفكره خلط السم بالعسل، وفكره ان انا يعيدنا تاني لنفس اللي كان بيعمله المجلس العسكري في انه يا اما الموافقه على التعديلات الدستوريه يا اما المجهول. والنهارده الرئيس بيقول لنا يا اما الموافقه على الدستور يا اما المجهول. اعتقد ده انه ده بشكل مبدئي ومع انحياز مبدئي وانحيازات الحزب المبدئيه يجب ان يكون مصيره هو رفض هذه المسوده التي ستزيد حاله الانشقاق في المجتمع، ستزيد حاله الاستقطاب في المجتمع، ودي ضد انحيازات الحزب بشكل اساسي. وانه مبدئيا لا يجب ابدا ان انا اقبل شيء مرغم عليه نتيجه ان الرئيس بيخيرني ما بين سلطته المطلقه وما بين الدستور بشكل مطلق. انا يمكن مش هتكلم في مواد الدستور، انا عايز اقول بس حاجه مهمه جدا وخطر رهيب جدا سنتعرض له في هذا الدستور، ان هذا الدستور بيدي مجلس الشورى اللي تم انتخابه ب 12% والذي لم يقبل الناس على الانتخابات الخاصه به نتيجه عدم وجود دور ليه وعدم وجود اهميه لوجوده، بيعطي هذا الدستور اللي بتسيطر عليه الاغلبيه الخاصه بحزب الحريه والعداله، واللي اصبحت هي دلوقتي حزب حاكم، بيعطي الدستور ده بيعطي هذا المجلس سلطه التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب. وبالتالي الحزب الحاكم ايا كان هو مين سيسيطر على التشريع لمده 4 شهور منفردا. وفي ظل وجود نصوص كثيره جدا مطاطه في الدستور، مثل التمكين للتقاليد المصريه الاصيله، مثل عدم النصوص بشكل واضح للحريات النقابيه، مثل
عدم الكلام بشكل واضح على ان حق الاضراب مطلق، عدم وجود الكلام في فكره ان كل حاجه بينظمها القانون، سواء كان الاضراب او سواء كان التظاهر او سواء كان الحريات الشخصيه، كل ده اعتقد انه بيجعلنا في خطر داهم في فكره ان من سيفسر هذه النصوص المطاطه هو الأغلبية المسيطرة على مجلس الشورى والحزب الحاكم، وبالتالي سيكون التشريعات اللي ستحدث في هذه الفترة التي سيكون فيها ثورة تشريعية ستكون في الأغلب الأعم منصبة في صالح من يحكم، وده طبعا ضد أي تقاليد ديمقراطية.